السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة من أبو عبيدة اليمني إلى إخواني الشعب المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشعب العظيم، لا أدري لماذا أنتم ساكتين. أنتم على حدود غزة، أنتم أقرب الناس. لن أتكلم على رجال لبنان أو رجال الأردن أو رجال سوريا، أتكلم أنا على الشعوب، ولا أتكلم على الزعماء ولا الرؤساء، لأنهم كلهم أثبتوا دناءتهم وفشلهم. ولكن هذه رسالة للشعب المصري. أنتم 100 مليون، ألا تستطيعون أن تقبلوا الطاولة على بلحة؟ ألا تقدروا أن تخرجوا 30-20 مليون باتجاه سيناء، ومعكم رجال سيناء عشائر الصعيد على الحدود، أن تنسفوا المعبر، أن تدخلوا إلى داخل غزة؟ اليمن ضربت إسرائيل من اليمن 2000 كيلو، وأنتم 60 كيلو لا وسط غزة. ألا تستطيعون؟ أقسم بالله العظيم سوف يلعنكم التاريخ، سيلعن شعوبكم، سيلعن حكامكم، وأنتم لديكم فرصة. ستنتهي الحرب، سينتصر غزة، ولكن من الذي وقف مع غزة؟ من؟ فلا تنسوا أن تكونوا بين المنتصرين، فأنتم رجال. اقلبوا الطاولة، اخرجوا مظاهرات بلحة، اسجنوا بلحة، اقلبوا الجيش، اخرجوا في اتجاه غزة يوم واحد. أقسم بالله العظيم يوم واحد رجال مصر سوف يغيرون المعادلة كليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.